تعقيبا على ما ذكره بالأمس أيضا أخي السيد حسن الحسيني عن بعض الأشخاص الذين أساءوا إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونقل هذا الخبر عن بعض المشايخ، وهذا على الحقيقة أمر أرعبني يعني وخوفني كثيرا وارتعدت له فرائص. لا أخفي عليكم أيها الإخوة المستمعون أنه قد هالني وأرعبني ما نقله أخي السيد حسن الحسيني عن بعض أهل العلم ممن تعرض لأم المؤمنين عائشة بالقذف، وهو من المحرمات وكبائر الإثم. وأصدقكم القول أني لم أسمع بهذا القول من قبل، لم أسمعه في صغري وبيئة الدينية المحافظة، ولم أسمعه عندما انتسبت إلى سلك طلاب العلوم الدينية قبل بلوغ 20، وها أنا ذا قد ذرفت على 60، ولا زلت طالب علم طبعا، وتنقلت في حوزات النجف وقم والشام ولبنان دراسة وتدريسا، ولم أسمع بهذا الرأي المخيف والمرعب والمعبر عن جرأة فظيعة على الله ورسوله. وغاية ما كنا نسمعه هي مسألة اللوم على المشاركة في حرب الجمل، وهذا ما وضع له حد أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: ولها بعد حرمتها الأولى والحساب على الله. وانتهى الأمر عند هذا الحد. وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك القول الباطل بالإفك، وهو الصادق المصدق من عند الله. فويل لمن كذب القرآن وخالف أحكامه وأخباره. اللهم إن التعرض إلى أم المؤمنين هو فرية وبهتان عظيم نبرأ إليك منه، ويمكنني أن أنسب هذا الرفض والاستنكار والتنديد والبراءة إلى الطائفة الشيعية بأسرها، وإننا ندعو من يذهب إلى هذا القول الذميم والإثم العظيم أن يستغفر الله من هذه الخطيئة الكبرى التي يهتز لها عرش الرحمن.